السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه كده؟ طب ايه؟ يلا قولي بقى. قولي انت قناه، قولي انت بتقولي ايه في قناتك ولا بقول السلام عليكم ازيكم عاملين ايه؟ لا والله قولي انت المقدمه الفضل. ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ طبعا انتوا مستغربين، انا عندي اسراء دلوقتي في القناه بتاعتها، وان شاء الله الايام اللي جايه هتشوفوا معايا كتير في الفيديوهات باذن الله، لان انا بجد انسانه جميله جدا وحبيتها جدا جدا. ربنا يبارك فيها ويبارك لها في اولادها. بس قبل ما نبدا الفيديو نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الامي الامين وعلى اله واصحابه وزوجته الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. النهارده بقى الفيديو بتاعنا فيديو ممتع، وانا في بيت اسراء مشرفاها ومنوراها وكبت على نفسهم، وجالنا قش فتوش ومنفوش وكل حاجه بقى قوش. لا الفتوش ده بتاع السوريات، فعشان محدش يزعل يعني. والله هو كان الصراحه انا طعمه روعه. انا بقول لها انا احلى حاجه اكلتها هي سلطه الفتوش دي. الصراحه اختها شيماء عاملاها بطريقه تحفه، والدريسنج بتاعها طعمه روعه، ودبس الرمان عليها ايه بقى ما اقولكوش. لازم يكون لازم شيماء تفتح مطعم فتوش مش هي. وكنا بقى كفته رز، هنعمل معاكم كفته رز النهارده وهنسويها مع بعض، وتشوفوا بقى اسراء وهي بتحمرها وانا اللي بصور اسراء وهي بتحمر الكفته. وكملوا معايا بقى الروتين. بس قبل ما نبدا اي حاجه في الفيديو عايزين بقى لايكات كتير واشتراكات لاسراء عشان تشجعوها كده وتشجعوا المحتوى المحترم. وكمان يعني بصوا قناتها جميله جدا، وفي يعني هتبتكر وتعمل لكم ابداعات جميله جدا، وبتغير بقى العفش بتاعها كله، وهتدهن بقى بنفسها غرفه الاطفال، وتعمل ديكورات في المطبخ جديده، وهتغير اوضه النوم. يعني هتستمتعوا وهتستفادوا بفيديوهاتها، يعني مش قادره اقول لكم قد ايه. حطوا لايك للفيديو بقى واشتراك في القناه، وما تنسوش تفعيل الجرس على علامه الكل عشان يوصلكم كل جديد. لما بتنزل اي فيديو يوصل لكم على طول اشعار بيه. يلا اشوفكم على خير فيديو جديد مع اسراء. مع السلامه. ولا ايه ولا تخينه؟ ياه شوفوا مين بقى اللي هنا منورنا. ايه زي دي؟ ماشي يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اعذرونا بقى لو في توتر عشان ايه فاطمه منوره. النهارده هناكل كفته رز يا جماعه. يلا بقى ضغطوا لايكات كتير للفيديو، واشتركوا في قناه اسراء. اسراء مش عارفه اقول لكم والله هي انسانه جميله قد ايه، وانسانه رقيقه. ربنا يبارك لها في اولادها. اولادها كتكتوا على السيل قوي، ربنا يبارك لها. واختها اللي واقفه ورا الكاميرا ما بتتكلمش، مش مكسوفه تطلع. والله انت يا فاطمه اطيب خلق الله. والله ربنا يكرمك يا اسراء. والله يعني انا عارفه اسراء يعني مش من بقالي كتير ولا حاجه، بس والله يعني اتشرفت بيها جدا، وهي انسانه جميله جدا، وان شاء الله يدوموا الصحه مع بعض باذن الله. حبيبتي ربنا يخليك يا رب يا فاطمه يا رب. الله يخليك. عايزاكم بقى تشجعوا وتشتركوا عندها يا حبايب قلبي علشان تنزل لكم فيديوهات حلوه قوي. هي لسه ناقله شقه جديد، يعني مش بقالها كتير قوي يعني في الشقه، وان شاء الله هتجدد بقى وتعمل ديكورات وحاجات جميله قوي في بيتها الجديد، وتشوفوا بقى معاها وتشوفوا ذوقها الجميل. النهارده النجار اصلا جاي ياخدوا الاوضه اهو. ايوه ان شاء الله هتشوفوا غرفه نوم حلوه قوي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. وهنا كنا بدأنا كده نتكلم وندردش شوية واحنا بنتسلى واحنا بنعمل الكفتة كده. كانت بتكلمني على غرفة الأطفال اللي هي تعملها لكم إن شاء الله. ناوية تعمل لكم حاجات حلوة كتير، وناوية تعمل لكم ديكورات في غرفة الأطفال إن شاء الله تعجبكم. على فكرة فاطمة بني آدمة كويسة جدا، تستاهل كل خير والله. يعني ونعمل الأخت والصديقة بجد. هي كانت مستعجلة شوية، وعشان كده انا قلت اسرع حاجة هعملها كفتة رز وسلطة وكده. وهي الكفتة عجبتها جدا، فقلت اشارك معاكم المقادير والخلطة لو حد حابب يجربها. جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. هنا كنا بنتكلم مع شيماء، برضو شيماء قاعدة ورا الكاميرا، ان شاء الله تظهر معانا الفيديوهات الجاية. وان شاء الله عندنا افكار حلوة جدا ان شاء الله هنوريها لكم الفيديوهات الجاية وهنعملها معاكم وكده. انا النهارده كنت مستنيه النجار يجي ياخد الغرفه، بس هو شكله هيتاخر شويه. بس برضه هصورها لكم قبل وبعد ان شاء الله عشان تاخدوا منها افكار، ولو عجبتكم يعني. بس ان شاء الله انا واثقه ان هي تعجبكم جدا. هنا برضه كنا بنتكلم مع شيماء، وكانت بتهزر معانا. شيماء حد لذيذ جدا، ان شاء الله هتظهر معايا الفيديوهات الجايه واعرفكم عليها باذن الله. هنا فاطمة كانت مندمجة في الكفتة، وكانت برضو بتتكلم معايا في قصة الغرفة وكده، وإن شاء الله الغرفة بتاعتهم تعجبكم. هنا أنا هشارك معاكم مقادير كفتة الرز. أنا جايبة حزمة من كل حاجة، شبت وكزبرة وبقدونس، وغسلتهم ونقعتهم كويس قوي في الخل. يعني أنا غسلتهم كذا مرة ونقعتهم آخر مرة في الخل، بحيث إن الخل يعقم الخضرة وكده، وما يبقاش فيهم أي أتربة وكده.
المهم انا جبت بولة فاضية هغسل 4 كوبايات رز. ده مقدار كيلو لحمة، لو هتعملي نص كيلو لحمة يبقى حطي كوبايتين رز، وعليهم معلقة من الفلفل ومعلقة كزبرة ومعلقة كمون ونص معلقة بيكنج باودر او بيكنج صودا ورشة شطة، ولو عندك توابل لحمة شغال، لو ما عندكيش مش قصة يعني. ومعانا بصلاية متوسطة و5 6 فصوص من الثوم. ولو هتعملي نص كيلو يبقى 3 4 فصوص ثوم كفاية بس. وهنا بدأت اغسل الرز واضيفه كده في البولة اللي احنا شايفينها دي. واللحم والكفتة دي انا هعملها جملي، فعشان كده انا هحضر المقادير دي وهاخدها عند الجزار يحط لي عليها كيلو لحمة جملي، وهوريها لكم بعد ما اجيبها ان شاء الله. او انتوا شفتوها واحنا بنصبعها انا وفاطمه، كان شكلها حلو قوي وريحتها حلوه جدا، عشان كمان ضفنا توابل لحمه. انا مبسوطه قوي ان هي عجبت فاطمه، عشان كده انا قلت اشارك معاكم المقادير عشان لو حد حابب يجربها يعني ويبقى يقول لي ايه رايه. ان شاء الله هتعجبكم، وفي كل مره هتعملي فيها كفته رز هتعتمدي التوابل دي، توابل مش كتير وفي نفس الوقت طعمها حلو جدا، وكانت ريحتها برضو حلوه قوي. هنا انا زي ما قلت لكم غسلت 4 كوبايات رز ونزلت عليهم بالخضره كده زي ما احنا شايفين. حزمه من كل حاجه، لو هتعملي نص كيلو يبقى اقسميها نصين بس. وهبدا اقطع البصلايه كده، بصلايه دي بصلايه متوسطه، لو هتعملي نص كيلو يبقى بصلايه صغير، ومعاها 4 فصوص توم. كده خلاص انا حطيت الحاجات كلها مع بعض، وهبدا احط عليهم التوابل واروح اعمل الكفته، وان شاء الله جربوها ان شاء الله تعجبكم جدا. خلاص احنا كده كنا خلصنا كل المقادير بتاعه الكفته، وزي ما قلت لكم اللحمه عند الجزار، فهننزل نشتريها ونعمل الكفته على طول ونطلع. وهنا بقى اسيبكم مع فاطمه وخفه دمها. خلاص بقى اكلنا وحلينا وكل حاجه، ولسه بقى ايه، عصير مانجا من اللي انا بحبه. اسراء جابت لي عصير مانجا قبل ما امشي على طول عشان مستعجله، وكل ما اجي امشي توقفني في حاجه. هشرب بقى عصير المانجا مع بعض، ويلا بينا ايه، كملوا بقى الفيديو للاخر. اوعوا تنسوا اللايك.